تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية برازق تحفة. حتى لو ما بتعرفيش تعملي كحك وبسكوت، دي وصفة سهلة وبسيطة خالص، وبسكوت جميل جدا هيشرفك قدام ضيوفك، وكمان مقرمش. بصوا ما شاء الله، حاجة كده حلوة قوي. يلا بينا نشوف الوصفة. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. للي ما عملش كحك بقى ولا بسكوت ولا ما بيلوش مزاج كده يشتغل في الحاجات دي، بس عايز يعمل اي حاجة كده للعيد، يبقى البسكوت اللي هنعمله ده بسكوت البرازق ده. يعني حاجة اسهل من كده مفيش. اول حاجة معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنزل عليهم بايه؟ انا هقول لكم المقادير واحنا شغالين. 3 كوبايات ونص من الدقيق نخلقهم طبعا، وذرة ملح، يعني حاجة كده بسيطة قوي. خلاص. ومعايا كيس لبن، الكيس لبن العادي ده، يعني كيس واحد كده، او لو ما عندك لبن غير الكيس يعني حط معلقتين كبار، معلقتين بتوع الاكل كبار. لو عندك بقى برطمان او علبه كبيره. خلاص. هنخلط اللبن مع الملح كويس قوي. اللبن ده علشان بيدي دسامه حلوه، ممكن تستغني عنه على فكره، بس يعني لو عندك حطي منه، ما عندكش خلاص مش مهم قوي. بس والله يعني بيدي للبسكوته قطمه حلوه كده، تحس انه دسم كده. زي حتى لو مش عاملاه بسمنه بلدي، عاملاه بسمنه عاديه، هيديله طعم حلو يعني. خلاص. هقلبه كويس كده الملح مع الدقيق واللبن. هو البسكوت اللي انا هعمله ده على 3 خطوات، دي اول خطوه فيهم. بعد كده واحنا بنشتغل هقول لكم الخطوه الثانيه والثالثه ايه. ومعايا كوبايه سمنه، كوبايه سمنه اي نوع انت بتحبيه، يعني اي نوع بتحبيه. لو بتستعملي روابي وعندك سمنه بلدي، حطي روابي وحطي معلقتين سمنه بلدي. عندك سمنه اي نوع حطي يعني، او روابي بس مش هيفرق، لان البسكوت ده بيبقى غني قوي بالسوداني والسمسم، يعني في كميه سوداني وسمسم كتير، فنوع السمنه مش هيأثر قوي. هنزل بس الاول كده السمنه على الدقيق. هقلب بس الاول كده شويه لما السمنه تختفي شويه، وبعد كده هشتغل بايديا، بس عشان لو حطيتها دلوقتي والسمنه كده الدنيا هتبوظ يعني. خلاص اهو. الكميه ديت يا جماعه بتطلع كميه حلوه، ما تستهونيش بيها، لان البسكوت بيبقى رقيق قوي قوي، اللي انا يعني سمكه رفيع قوي، فبيطلع كميه حلوه. يعني ممكن تحطيه في طبق حلو كده تقدميه لحد يجيلك يوم العيد، لو مش عايزه، لو انت مش عامله حتى حاجه العيد ده، بصراحه هيظبط معاكي الدنيا. هشيل بقى من على المعلقه خالص كده، وهعمل بايدي كده، مش بس زي الكحك. انا عايزه اكني بعجن، عايزه تبسيه زي الكحك برده مش هيفرق يعني كتير، هو كده كده بنحط له كميه ميه، فالموضوع مش لازم. بس هعجنه كويس قوي كده عشان ما اطولش عليكم، ولما يندمج كويس هنشوف الخطوه التانيه ايه. عملنا بقى الدقيق مع السمنه لحد ما بقى، بصوا بقت بالمنظر ده كده. طبعا لو بتشتغلي والجو حر السمنه هتسيح مع الدقيق، فهيبقى شكله انسيابي عن كده، لازم ينحط في التلاجة. بس عشان الجو بصراحه مش حر فما سيحليش العجين. لكن خدي بالك ملحوظه مهمه قوي، انك لو بتشتغلي وفي الصيف عملت البسكوت ده مثلا في الصيف، يبقى لازم يدخل للتلاجة على الاقل نص ساعه. دي المرحله الاولى خلصنا منها خلاص. تعالوا بقى نخش على المرحله الثانيه. هنركن ده على جنب كده، وهنجيب معايا بوله هنزل فيها بكوبايه سكر، وربع كوبايه من الشربات اللي بتعملي بيه البسبوسه، اللي هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. ربع كوبايه كده من الشربات. الكوبايات دي على فكره اللي يشوفها يعني يقول كبيره، لا دي كوبايه صغيره، كنت واخده ربعها بس، لكن لو هتشتغلي بدي هيبقى ربعها، يعني ربعها اهو. خلاص. يبقى كده حطينا كوبايه سكر وربع كوبايه شربات بتاع الكنافه، ونص كوبايه من الميه. دي المرحلة التانية. هنقلب بقى كويس قوي كده شوية، ندوب، مش لازم يدوب 100%، بس يعني ايه، ندوبه شوية السكر مع المية والشربات. قلبت بقى، هو ما دابش 100% يعني لسه فيه سكر، بس ما تقلقوش يعني الوصفة دي عادي يعني ممكن، مش لازم تدوبي السكر قوي. هنزل بس اي سكر كده في القاع اهو. وبصوا بقى، شايفين شكل الميه عامل ازاي؟ تحس انه كتير. تعالوا بقى نشوف، لازم نشتغل بايدي الصراحه، مش هينفع فيها اي حاجه تانية. هدخل الميه بس الاول كده شويه مع العجين كده شويه، لكن انا طبعا شغلي في العجينه ده لازم يكون بايديكي. خلاص اهو. نقلب بس شويه كده، اشيل بقى المعلقه، وبايدي هعجنها كويس، اخلي الميه تدوب في العجينه. بصوا بقى العجينه طريه ازاي. في المرحله دي بقى بعد ما حطينا الميه على دي لازم تخش التلاجة، لازم على الاقل خالص نص ساعه، لانك عمرك ما تعرفي تشكليها وهي طريه بالشكل ده.
هغطيها بقى وهدخلها التلاجة لحد ما تتماسك شويه، ونخش بقى على المرحله الثالثه قبل هي ما تتماسك. بسكوت ما يتماسك في التلاجة. تعالوا على المرحلة التالتة. عندي ربع سمسم وعندي ربع سوداني. السوداني الحقيقة كسرته كده بسيط، قربوا بس كده شوفوا كسرة كده يعني بسيطة، مش نعمتوش قوي ده. وعملنا السمسم الربع هنعمله ايه؟ الربع بقى السمسم لازم الاول يخليه يشبط، نعمل ايدينا كده يشبط في ايدينا عشان يشبط في البسكوتة. بنعمل له ايه؟ عندي معلقة من السكر هنحطها عليه، وعندي كوبايه ربع كوبايه شربات، يعني تقريبا بالمعلقه كده شربات اللي هو بتاع البسبوسه، اللي هو بتاع الكنافه برضو زي اللي حطيناه. ادي كده 2 3 4. هنقلبهم مع بعض قوي كويس حلو قوي كده، بحيث انه يبقى ما فيش ولا حبايه سمسم يعني مش مبلوله بالشربات والسكر. قلبنا كده كويس قوي لحد ما بصوا يعني خلاص اتقلب حلو قوي السمسم مع الشربات والسكر. هنروح بقى نجيب العجينه بتاعتنا من التلاجة ونبتدي نشكلها. بص العجينه بتاعتنا بقى اتمسكت ازاي بعد ما دخلت التلاجة. ما قعدتش والله نص ساعه، اقل من نص ساعه، مسافه ما جهزت السوداني والسمسم بس. بنشكله ازاي بقى؟ باخد حته صغيره قوي كده، احنا مش عايزين القطعه تكون كبيره، يعني كوره صغنونه قوي اهي، دي كمان كبيره. خلاص سهل تشكيلها جدا، والمقادير وكلها على بعضها بسيطه جدا، بس بجد الطعم تحفه هيعجبكم قوي. واروح جايبه مثلا بعد ما اشكل الكوره بالشكل ده كده، اروح نازله في السوداني كده اهو، وانا بحطها في السوداني يعني بطبطب شويه كده، عايزه افردها. خلاص. وبعد السوداني اهو تحت والعجينه فاضيه من فوق، نروح داخلين بقى على السمسم كده ونعمل كده. السمك بتاع البرازق صغير قوي، حاجه رفيعه قوي، يعني بتفرديها بصي كده اهي، سمكها حاجه يعني ما تسكرش. بصوا حاجه بسيطه قوي اهي، لان احنا عايزينها دي بتبقى عجينه مقرمشه وما بتاخدش كمان وقت في الفرن كتير. خلاص هحط على الناحيه اللي فيها السوداني كده. عايزه بقى تظبطي شكلها يبقى مدور، يعني يبقى طالع كله مدور زي بعضه. ظبطي انت بقى الشكل بايدك بالشكل ده. خلاص. طبعا هعمل لكم واحده كمان برضو عشان تشوفوا الفكره. والنوع البسكوت ده على فكره وانت بتشكليه مش لازم تسيبي فراغات كبيره كده في انا شغاله بالراحه وانا بشكله علشان تاخدوا بالكم من الفكره. بنزل بصباعي كده اهو في السوداني. على فكره السوداني ده ممكن تستبدليه باي نوع مكسرات، مش لازم سوداني. وبعد كده بتفرديه بقى السمك اللي انت عايزاه رفيع قوي اهو ما بتسيبوش من ايديك، يعني ممكن تعمليه كده بس وهو في ايدك. بعد كده بقى ظبطي بقى وهو في الصاج بتاعنا. خلاص. وبحطه جنب التاني بالشكل ده، وبفردها بقى، اظبط فردتها كمان بحيث ان هي تبقى مفروده. خلاص. ممكن ما نسيبش الفراغ ده كمان، يعني ممكن نخليها جنب بعضها، هي اللي بتنشف يعني ما بتلزقش في بعضها، ما بتنفش. هشكل الكميه كلها ونشوف هنسويها ازاي. ما شكلنا بقى الكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده، هنروح نحطه في الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 160. بلاش نعلي الفرن قوي، عشان لو عليتوا الفرن هتبصوا تلاقوه اتشعوط منكم بسرعه، وده المفروض بسكوت مقرمش. يعني على درجه حراره 160، وهنظبطه بقى على الشبكه اللي في النص. ما بياخدش وقت طويل، يعني تقريبا من 10 دقايق كده، مش هياخد ربع ساعه، 10 دقايق تقريبا. سيبنا البرازق 10 دقايق بالظبط في الفرن، وما شاء الله طلعت بالشكل الحلو قوي ده. بصوا ما شاء الله سمكها قد ايه. يحمر اول ما ياخد لون حلو من تحت تولعي الشوايه عشان ياخد اللون الحلو ده من فوق. خلاص كده. طبعا بالنسبه للحجم ممكن تصغري شويه عن كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم. سلام عليكم.